كما قلت لكم راني مع التقشير نقلع عليها الزريعه. حاولوا الزريعه كامله تتنحى، نحاولوا نغلب الزريعه كامل وراني نقطع. المهم ندير في الروبو ونطحنوا. قلت لكم هذه المره ماشي كما المرات اللي فاتت، نحاول نقطع ماشي كما المره اللي فاتت كنت نفورها ودروك لا ما نفورش. راني نحاول نقلع الزريعه ونطحنها في الروبو. قلت لكم من ثم نحطوها في المقله. منا ايوب راه يعاون فيا، ايوب وليدي راه يعاون فيا، راه يلقي لي الثوم، يقشر في الثوم ويحطوا لي في المقله يعني مباشر، باش الثوم هذا كي نديرها طيب يولي كيما البوماد ونمحيهم مع بعض. المهم غادي نطحن دروك، مانيش باغيه ندير لكم الازعاج، نطحن وبعدها نشوفوا مع بعض كيما راكم تشاهدوا. ها هي لا نطحن ونحط نكملها كامل كيما راكم تشاهدوا فيا، نطحنها كامل بهذه الطريقه عندكم. وراكم شفتوا الكميه تاع الماء تاعها اللي تنزل معاها، هذيك هي اللي تهمني. هذاك الماء تاعها اللي هو اللي يهمني، هو اللي غادي يطيب به الهريسه تاعنا. الهريسه نقول الهريسه تاعنا غادي تطيب بديك الكميه تاع الماء اللي فيها بذاتها اللي فيها. نكمل الطحن ومن بعد نرجع. راني حاسه بلي حيه كبيره يتشعل في يديا. المهم نصيحتي لكم، راني نقول لكم نصيحتي لكم، ديروا الكون. هذه النصيحه اللي نقدمها لكم، ديروا الكون باش تخدموا الهريسه، باش سيرتو خاصه يعني كي تكون الهريسه صعيبه، هكا نروحوا نحطوها على النار، نار قليله نغطيها ونخلوها تذبل على نار قليله. راكم تشاهدوا الشعله تاع النار تكون قليله بزاف، نقصوا لها للنار ونحطوها واحد المده حتى نحسوا بها، حتى نحسوها يعني تبكبك، حتى نحسوها تبكبك. نغطوها باش ترد يعني البخار تاعها زيد طيب به. نخلوها مده تاع يعني 10 دقائق ولا ربع ساعه. كي نحسوها يعني نخافوها تلصق ولا شويه وشويه نروحوا نحركوا ومن بعد نكملوا مع بعض. كيف ما راكم تشاهدوا بدات تطلب في الماء تاعها، وطيب به، غادي طيب بالماء اللي فيها. هنا قلت لكم كل شويه نحرك ونعاودوا نغلقوا عليها ونخلوها ثاني، نزيد كل مره نحرك نعاودوا ثاني نرقبوا عليها، كل شويه نحركوا بيد ما هي راهي طيب. لكم نحوسوا عليها، شفتوا بلي ما درنا لها والو، نحوسوا عليها تخرج كامل الماء اللي فيها. وما تنساوش بلي درناها على نار ناقصه. هنا نحطوا ورقات الرنت باش يعطوا البنه تاعهم مع الفلفله هذه الحمراء مع الهريسه في البدايه قبل ما تنشف الماء تاعها. نعاودوا ثاني نغطوها كيف ونخلوها نحوس عليها طيب كامل، تخرج كامل الماء اللي فيها. نجيو ثاني هنا نعاودوا نشوفوها. هنا نجيبوا 3 مكونات: الملح ضروري، الكمون وشويه كرويه. هادو هما لي زيبيس القراوس التوابل اللي غادي نديرهم فيها، الملح والكمون والكرويه. هادو هما التوابل تاعها تاع الهريسه تاعنا باش يعطوها واحد البنه. وقلت لكم على ديك اللي قلت لكم انا ناكلها وحدها بالخبز وحدها، يعني تتكل ماشي شرط غير درتي لها المقليات ولا المشويات معاها تاكليها وحدها. غادي نضيفوا الزيت بصح ماشي دروك، مازال نقارع لها الزيت تنشف شويه، مازال نقارع يعني الزيت هي اخر حاجه اللي غادي نضيفها لها. غيله طابت مليح، وغيله شوفوا الثوم كيما رانا هكا نمرسو فيه راه كيما البوماد تمحى كامل. نزيدو نغطوا عليها ونخلوها ثاني تزيد طيب التوابل اللي درناهم فيها. نكملوا فينا وهنا نحركوا هذه. هنا راكم تشوفوا كيف نحوس نوريكم، راهي تمشي سوا يعني خرج منها كامل الماء اللي فيها، الماء الزايد كامل خرج. في هذه المرحله نضيفوا لها مقدار
تحب الزيت، او نقول لكم تحب الزيت نضيفوا لها مقدار نص فنجان. فنجان راني نقول فنجان ماشي نقول كاس، فنجان اللي هو فنجان القهوه، نضيفوا لها نص فنجان تاع زيت، لكم 5 مغارف 6 مغارف تاع الزيت. نحوس عليها كامل تتمر بهذيك الزيت، وهنا نخلوها تبكبك شويه مع الزيت وتدي البنه يعني تاعها تاع الصح. هنا في هذه المرحله شنو نقول لكم، اللي تحب تميكسيها يعني ترحيها، تجيب الميكسير البراميكسير وترحيها، تقلع عليه ورقه الرمل وترحيها واللي تحب تخليها كيما هكا تخليها كيما انا اللي غادي نخليها كيما راهي. انا غادي نخليها كيما راهي، انا نفضل كي نحطها في حاجه نبغي نغمسها كيما هكا، حتى ولو درتها في الخبز ولا نبغي ناكلها كيما. انتوما اللي تبغي ترحيها يعني تحصل عليها كيما تاع برا، كيما اللي نشروها من المحلات، ترحيها باش تسيبها رطبه كامل، ترحيها تقلع ورقه الرمل وترحيها. عني انا كتدبيرتي ليا خاصه، انا مانيش حابه نرحيها، باغي نخليها تقعد كيما هكا. هنا ثاني نزيدو نغطوها ونخليها واحد 10 دقائق ولا، ونطفي عليها النار حتى تبرد باش عاد نعمرها في البلارات. ها هي هنا الهريسه تاعنا بعد ما خليناها بردت، هي كيما كنت تشاهدوا. وهنا قلت لك هذه المرحله تنجمي تطحنيها يعني تميكسيها، تجيبي البراميكسير تاعك تدلعي غير ورقه الرمل وتطحنيها. انا مانيش باغي نطحنها، باغي نخليها كيما هاك، لانه لو كان تشمي الريحه تاعها والله غير تهبل طيرك. راني نقول لك انا بغيتها كيما هاك، يعني نحطها مع المأكول التوعي، نحطها في سوطاس يعني في صحن صغير، ونبغي نغمسها. هذا الحار نغمسو يعني يفتح لك الشهيه، وحتى يعني ينقص. انا تبان لي بلي ينقص، كاين اللي يقولوا يفتح الشهيه بصح يحرق الدهون، الحار يحرق الدهون. هنا غادي نرفدو كيما راكي تشاهدي به بالورقه تاع الرمل، غادي نزيدو بالنا به بالثوم، راني شتوني باللي مرستو بالملعقه يعني محيتو بالمغرف. هنا غادي نعمر البلارات اللي عندي، يستحسن نفضل ما تعمريش في البلارات الكبار، نصيحتي ما تعمريش في البلارات الكبار، وما تعمريش حتى الفم، يعني ما تعمريش الفم، لانه غادي نديرو شويه زيت من الفوق، واحد الملعقه ولا تاع الزيت هكذا، هي اللي تبقى لنا ماده الحافظه، يعني هي اللي ما تخليناش الهريسه تاعنا هذه تفسد. ديك الملعقه اللي نديروها من فوق تاع الزيت، نشوف دائما يعني نركز ونشوف وين وصلت، نعمرهم كامل دروك ونكمل مع خواتاتي. بعد ما عمرت البلغ تاعي نوخر هذه على جهه حتى نحطها في صحن، نوخر هذه على جهه. ها من هنا ندي زيت الزيتون، انت عندك زيت الزيتون بغيتي ديري زيت الزيتون ماذا بيك، عندك زيت الماء اذا بغيتي ديريها ثاني كيف. المهم انا بغيت نزيد البنه، يعني ديري ديك الملعقه تاع زيت الزيتون. بنقول لك كي تولي دايره الهريسه تاعك والله غير فن. تقريبا الكثره انا اللي نبغي الهريسه هنا في داري، صافي راني نتهلا في روحي، هنا راني نتهلا في روحي، يعني غادي انا اللي نحط منها وناكلها، ما نشبعهاش، هذه ما نشبعهاش قد ما نخدم. نعرفوا بلي غير انا نكملها. هنا كملناها، نشوفوها كيفاش نتناولها. الى هنا ينتهي الفيديو تاعي. ان شاء الله يا ربي تكون الهريسه اللي قدمتها لكم اليوم هريسه طبيعيه تقليديه، ما فيها لا ماده حافظه ولا حتى شيء، يعني تشد لك يعني ديريها في الثلاجه تقعد لك شهور ما تخافيش منها. المهم هذه انا وقت ما حسيت بلي راني جيعانه نروح ليها، ماشي نقول لكم بلي يعني نتبع المقليات ولا المشويات ولا ماشي شرط، انا نحطها كيما كاني جيعانه نحط معاها حبات زيتون مثلا كيما هاك وناكلها نورمال بالهريسه. والله قبل نذوقها روعه. خلينا نزيدوا معاها شويه جبن اللي راني وريت لكم من قبل ثاني، جبن الاعشاب. شوفوا جبن الاعشاب وتغمسيه بالحار، اقسم لك بالله غير روعه. شهيتكم ان شاء الله في الجنه، على بالي باللي المظهر هذا سيرتوا لعشاق الحار لا يقاوم، ونعرف منهم بزاف انا، يعني نقول لهم سمحوا لي بس احنا نتمنى يعني هذا الفيديو يحفزكم وتنوضوا ديروه هو للعام كامل.
خاصة كي يوصلكم دروك نديروه تدبيره من تدبيرات شهر رمضان، لما لا نديروه من دروك نوجدوه تدبيره شهر رمضان. انا هاد البلارات راكم تشوفوا فيهم غادي نزيد نخدم عليهم خدمه واحده اخرى، لاني نبغي الحار، انا الحار ناكل به كامل ماكلتي. استودعكم في رعاية الله، نقول لكم ما تنساونيش بالدعم، بارطاجيو القناه راهي تطلع بكم، والله راني فرحانه بزاف معاكم. قلت لكم انتم الاسره الحقيقيه تاعي، الاسره الحقيقيه تاعي، ماذا بيا نديروا اليد باليد وين ما نوصلوا. نقول لكم استودعكم في رعاية الله، مع السلامه، مع فيديو جديد باذن الله، وانا نروح نكمل هذا التفصيل وحدي دروك. الى اللقاء.